أهوى وافترقنا كيف يغيب الرقاب ساكن ما بين قلبي الكمار وجفوني وجهها رغم البعاد ما اكتفينا بعد والدهر اكتفى فاقطف الأحزان مثلي وزهاني يا عيني الريوش الغطا من عيون ما لم أسرار؟ أولا تنم فقد تأخر الوقت يجب أن أمسح الألواح بالصلصال وأريد لها بيضا فأنت تعلمين يا أمه أن أبي دائما يسالي ألا أنام أبوك سيتفهم إذا أجلت عمل اليوم من الغد فقد نكون مضطرين في بعض الأحيان يا سبحان الله أول مرة أسمع عن إمكانية تأجيل عمل اليوم إلى الغد أظن أن أبي سيكون له أجر مختلف لقد قلت لك أن أباك سيتفهم يا أسرار يتفهم وكيف لديكتاتور أن يحس بآلام شعبه صوتا أيتها الألواح سيسمعون أبوك وتكون الطعمة الكبرى أرأيت يا أمه أنت أين تخافين مني؟ أين حرية تعبير؟ أين كنت يوم سماني أسرار؟ أيوجد إنسان في هذا العالم اسمه أسرار؟ أنا لا أخاف منه بل أحترمه وهو سماك أسرار لأهمية الأسرار في المعطف أسرار معطف وكلام لا معنى له ستفهمه حين تقرأ فقد كبرت ولا زلت لا أفهم هذه التفاهات أي تفاهة تريد أن تفهم يا أسرار؟ أبي أنت مساء أولم تكن نائما يا أبا أسرار؟ وهل تركت مالي أنام ولم أفعل؟ إن صوتكما كاد يصل إلى ناصية الشارع معك حق المعذرة يا أبا أسرار هيا اذهب لفراشنا تصبحون على خير انتظرا ليس قبل أن تجيب عن سؤالي يا أسرار سؤال؟ أي سؤال تتحدث عنه؟ أنا لا أكرر ما أقول ولقد سمعت جيدا سؤالي لقد سألت عن التفاهات التي تريد أن تفهم يا أسرار أولا تذكر؟ حسنا في إطار الديمقراطية والشفافية وحرية التعبير أنا فقط أريد أن أعلم لماذا سميتني أسرار؟ ديمقراطية شفافية حرية التعبير حسنا يا أسرار سأحكي لك قصة ولن أعيدها مرة أخرى لعلك تستخلص منها بعض العلم كنت في العاشرة من العمر وكان أبي رجلا حكيما رغم مرضه وعجزه كنا نعيش أيام الحساب فقرر أحد الأغنياء من أولئك الذين يعشقون الألعاب أن يمنح لكل طفل دلوين من السعيد شرط أن يحمل الطفل الدلوين من قصره ويعود بهما إلى منزل والديه كان القصر بعيدا والجو بارد ومذهل وقبل أن أتوسع صوب القصر رفقة أطفال القرية باع أبي بقرة الحلوف ليشتري لي 3 أزرار لمعطف لم يفهم أهل القرية المغزى من تلك الأزرار فكل أطفال القرية فقراء ويرشدون معاطف بالغ دون أزرار ويشدون على أجسادهم هكذا كلما هبت نفحات الريح والثلج وصلنا إلى القصر وكل منا أخذ دلوين ثقيلين وبدأنا نشق طريقا عبر الثلج كان الجو بارد والثلج كثيفا وكلما هبت نفحات الريح الجارحة كلما أحسست بأزرار معطفي تطمئنني وتهمس في أذني رعاية والدك معك أينما تكون رأيت الأسى والأنين في أعين الأطفال الآخرين
الذين كان لديهم فقط خيارات: إما أن يلقوا الفداء وينكمشوا في معاقل الحماية من البرد والثلج، وإما أن يشربوا الريح والثلج يعبتان بأجسادهم الضعيفة. وصل الفائزون وكل يحمل غنيمته، ولكن بسبب الثلج والريح أصيب كل أطفال القرية بالحمى إلا أنا. رقد معظمهم على فراش الموت إلا أنا. مات بعضهم بسبب السعال الحاد إلا أنا. أتدري لماذا يا أزراق؟ لأن معك كان بها أزراق. لماذا باع أبوك بقرته الحانوت وقبل دلوينه من الشعير؟ لأن الشعير يحرد، وبالفعل حردنا الشعير لنجني قدرا كبيرا من الماء، واستعاد أبي بقرته واشترى 5 دجاجات ونعجة. هذه قصة تسميتك بأسرار. الأسرار التي لم تعد لها قيمة هي سبب وجودك الآن. سامحني يا أبي. دع معك الصغار، أنت الآن شاب يافع ويجب أن تتحمل بعد المسؤول. العناق للجميع، العناق للجميع. ابتعد بيت الألواح وضع أسرار ينبش. فأنا أنت ديك. 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 وجار. فأنت ديكتاتور. ديكتاتور؟ من قال هذا؟ لا أحد، لم يقلها أحد. ومن يشرب؟ الألواح تهدي، الألواح تهدي. تصبحون على خير. أم أزرار، صمتا. من قال عني ديكتاتور؟ ديكتاتور. 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 كي يقمع كاع الجمهور ويخلي الحوار يدور ويا ما في رانو. ديكتاتور ديما كيقول راه كلامي كله معقول، ما يخليك لا تجي مبسوط ويعيش من عنده طول. ديكتاتور بطارية يحكم فيك وفيا، وإلا بغيت معاه تهضر يديرلك فيها قضية. ديكتاتور. أنا ماشي ديكتاتور، أنا أبقى الأمر ضمير روسي في أزمات الدور. ديكتاتور. أنا ماشي ديكتاتور. أنا ماشي ديكتاتور. كفى. أريد أن أعرف من قال عني ديكتاتور. أيتها الألواح، الألواح لا تكذب. أنت من قلت عني ديكتاتور يا أزرار؟
اليمين وقبل الفجر، النداء يقول لي أنا تصبحون على خير. أنتم تصبحون على خير، أما أنا اليتيمة المنكسرة فكيف لي أن أرى الخير؟ كيف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أين جئت الخير يا أسرار؟ لن ترتاح حتى تهد هذا المنزل فوق رؤوسنا. وما دخلك أنت في علاقتنا يا أبي؟ أنا وأبوك إنه لا يتفارقان، هو يفهمني وأنا أفهمه، وكان يعلم منذ البداية أنك أنت من جعلته دكتاتور. لماذا يدعي أنه لا يعلم؟ هو فقط يريد أن يرى إلى أي حد ستتمادى عليه وتتجاوز حدودك معه. بعد ذلك الدمار، إما أن ندمرها أو أن ندمر نفسك. وما دام هو بهذا الدهر، كيف انطوت عليه حيلته أنني يتيمة ومقهورة بسببه؟ تلك لغة بيني وبينك، فحين أستعملها منك ما أقول له: تريت يا أبا أسرار، تريت ولا تندفع كالطوفان، فإن كان أسرار نارا فأنت الماء الذي سيدخل، وإن كان أسرار سيفا فأنت غمد، وإن كان أسرار شراعا فأنت مجداف، وإن كان أسرار وحشا فأنت مراود، أما إن كان أسرار ابن عاقل فأنا أمه فلا تعذبني بتعذيبك. أبوك فهم رسالتي وقضى غيره وذهب. سامحيني يا أمي، فأنا أحملك من العذاب ما لا تطيق. وكيف لي أن لا أسامحك يا بني؟ عد إلى رشدك، عد إلى رشدك وكن العصا التي يتكئ عليها أبوك حين ينقل ظهرك. أبوك إنسان ما أتى به تمام، وهو يعرف الخير فيك يا بني. حسنا يا أمي، سأسمع كلامك، ولكن ألم يجد إلا بقرة سوداء ليحضرها لك يوم زفافك؟ ما؟ طيب ما لم يحضر لي أبوك لا بقرة سوداء ولا صفراء في يوم زفافك، ولم يشترط عليه والدي شيئا من الأساس. وما قصة تلك البقرة الصفراء؟ البقرة الصفراء تعني النهار، إما البقرة السوداء فهي تعني الليل يا مغفل. فأنا كنت قد طلبت منه أن لا يعنفك ليلا حتى لا تمضي الليل وقد قدم الشهر، ثم بعدها سألني لماذا كنت أمنعه من تعنيفك ليلا، فهو لا يرى الفرق بين بقرة سوداء أو حمراء أو زرقاء، أي أن كل الأوقات صالحة للتعنيف. فطلبت منه أن يحقق مرة بهذه المرة، وقبل بذلك وذهب لينام ولن يفتح معك هذا الموضوع ثانية. كل هذه الرسائل مرت من أمامي وأنا لا أعرف. إنني حمار. العشرة الطويلة والصادقة تعلم اللغات واللغات. هيا يا بني، اذهب للفراش ولا تنسى أن تراجع دروس الاعتداء، فقد تحتاجها غدا مع أبيك. تصبحين على خير. تصبح على خير. يا رب نور طريق ابن أسرار واصلحه. آمين. يا رب ازرع المحبة والمودة بينه وبين أبيه. آمين. يا رب احفظ عائلتي بما حفظت به الذكر الحكيم. آمين. سبحان الله وبحمده عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. إلى رحمته المغفور
تعيشين مع هذا الوحش. دعك من الوحش الآن وأخبريني، ما قصة الكلب توتو الذي يبتسم؟ فهمت. إذن الكلب الذي يبتسم هو أزرار، أليس كذلك؟ يا جفات، كان يجدر من أمي أن تسميني خبزة وليس جحفة. صباح الخير يا خبزة. صباح الخير يا أمي. خبزة؟ صباح الخير يا أسرار. بالأمس كنت أخرى واليوم أفراغ، وقبل أمس سميتني أعمار. ماذا بعد؟ ماذا سيكون اسمي غدا؟ إلى اللقاء، لقد تأخرت يا أمة أخلاق. ليس في الأمر ما يفلك يا أمي. هذه بنتي ليست هادئة، يجب أن تزور الطبيب. ومن العشق ما قتل. ومن العشق ما قتل. أيتها الألوان، على بركة الله لنفتح أبواب المدح. مرحبا أيها السائل. عجب، أتكلم فإن أبي علمني جميع اللغات. أبوك؟ الذي تسكن معه؟ عجب، وسأضل. أنتم أصحاب هذا العالم، لكم أفكار غريبة. تماما. تتشبثون بآبائكم وأمهاتكم كأطفال. أنت الآن راشد، ويجب أن تتمتع بالحرية والخصوصية. ولكن أنا لا أشتكي. لا تشتكي لأنك لن تذوق طعم الحياة. هل سبق وأن زرت البر الآخر؟ ماذا؟ تتكلم لغتنا ولا تزر البر الآخر؟ سي غراف، سي ميمترين. تحرك، أنت لست شجر. اعمل البوابة للبر الآخر وعيش في شمسيتك واحسن شمسية أبوك وأجدادك. لما السفر وأنا أمتلك كل شيء؟ يمتلك كل شيء. اعمل البوابة للبر الآخر واستكشف أنك أضعت عمرك إلى هذه. ولكن فكر فيما قلت، لديك عقل وإرادة. إلى اللقاء. بر آخر. أنا لست شجرة. أنا لست شجرة. أنا لست شجرة. أبي الغالي، أمي الغالية، دون مقدمة قررت أن أعبر البر الآخر. إمضاء أزرار.
أما مخلوقاته فلا بأس، يمكن وضعها في متحف لكن تحت حراسة مجددة محددة. الأمر خطير. ماذا بعد ذلك؟ كانت تلك الكائنات تقول له وحشا وحشا، فاتصلت أضرب بالنجم. سجل أيها المحرر. يا لطيف. كانت الكائنات تقول له اهجم اهجم، وهمت بالهجوم لولا أن البائعة طلبت النجم. هجوم؟ هجوم؟ ماذا بعد ذلك؟ الإعدام للغريب، الإعدام لكائناته. اهجم اهجم وليس أرجم. ولا زالت كائناتك تأمرك بالهجوم؟ ما قولك أيها الفتى في هذه الاتهامات؟ اسمي أسرار. يا لطيف، سجل أيها المحرر. اسمه أسرار. عمري 18 تقريبا. يا لطيف، اكتب أيها المحرر. أمروني أن أشعل 18 حريقا. كفى من التصوير. صاروا القصة، حرفوها كما شئتم، صوروا كما يطيب لكم. أنت أيوة، اكتب ما تشاء، ولكن اكتبه في صمت. فلم يعطي مما تحتاج. أنا أسرار، اسمي أسرار وأعتز باسمي. أنا ابن أبي وأفتخر بأبي. أنا ابن أمي، أكرم أمي على البسيط. أنا لا أعرف مكرا ولا أجيب حربا، وهذه هي الوحدة الشاهدة على حضارة وانتماء. تجاهلوا لكم المجيد، لفقوا من الشق من التهم، لفقوا ما شئتم من التهم. فلم يعطيكم أبيضكم أسود أم أسودكم أبيض، ولكن أنا أعترف أنني اقترفت أكبر ذنب حين عصيت أوامر أهلي. ولكن مهما يكن حكمي فأنا كما أنا، والواحد كما شاء الله نصيحته، ولم يلوث صفاء النار حكمكم الجائر. سامحني يا أبي، سامحيني يا أمي، سامحيني يا أمي. كل ذلك أيها المحرر. أجل، وقال أخيرا سأنصفكم جميعا وننشر الرعب بينكم، وهذه الألواح ستدمركم. سينفجر، سينفجر، سينفجر. هدوء هدوء، لم ينفجر بل لقد اعترف. الحكم ليس عادة القاضي. حكمت المحكمة على هذا الغريب المسمى أشرار وكائناته بالسجن المؤبد والأشغال الشاقة مدى الحياة. سيكنسون أرضنا ويلمعون شوارعنا مدى الحياة. وأما هذه الضحية فستخصص لها حصص من العلاج النفسي ومبلغا من المال شهريا لتجاوز الإعاقة التي خلف لديها هذا المجرم. يحيى العبد، يحيى العبد، يحيى العبد، يحيى العبد.
المشؤومة ولن أعود لها مرة أخرى. أيتها الأرواح، هيا بنا إلى البلاد، إلى البلاد، إلى البلاد، إلى البلاد. ابني الغالي أسرار، أنت تقرأ هذه الرسالة لأني حتما قد فارقت حياتي، فلا تحمل نفسك ما لا طاقة لها به. موتي ليس له علاقة برحيلي، والموت حق، فلا تحزن ولا تعتقد أنني غادر منك أبدا يا بني. كان يجب أن تزور البر الآخر لتعرف قيمة ما لديك، وها قد جربت وعدت، وأنا واثق أن نظرتك للأشياء قد تغيرت. الحزن لا يفيد في شيء، يجب أن ترى بعيد وأن تهتم بمتحفك وألواحك وتاريخك، والأهم من كل هذا أن تهتم بنفسك وبوالدتك وبتلك الأيقونة المنسية.
حين تنتهي من قراءة هذه الرسالة تيقن أنني راض وأنني أرقد بسلام. أبو أسرار. سامحني يا أبي، سامحيني يا أمي. لا داعي للاعتذار يا أسرار، فإن كانت المسألة مسألة اعتذار فنحن من يجب أن يعتذر. لماذا تكذب؟ فأنا المسيء. سامحنا يا بني، سامحنا لأننا من شدة حبنا إليك حسبناك ملكا لنا. سامحنا لأننا من شدة خوفنا عليك منعناك من أن تعيش سنك وأن تذوق طعم الحياة. أنت لم ترتكب ذنبا يا أسرار، أنت فقط كنت فتاة، والحمد لله أنك عدت بسلام. ولكن ماذا يعني أبي بالأيقونة المنسية؟ الأيقونة المنسية هي أسرار أم أنني أحلم؟ فكر الكلب وش العصابة. أعجب كيف نطقت اسمي بطريقة صحيحة هذه المرة. الزمن يغير أشياء كثيرة فينا يا أسرار، وأنا لم يعد لدي مزاج للمشاركة. لقد تعبت، فعلا تعبت. الحمد لله على السلامة. شكرا يا تحفة. تحفة كانت أنيسة الدولة هذه الفترة، فهي كانت تعتني بي وبأبيك رحمه الله. لقد كبرت يا أيقونة جميلة. هذا ضيف يا خالد. أنا لا أعرف كيف أشكرك يا تحفة. تزوج؟ هي على الأقل. أجمل من بائع الورق. أنا لست أماً ولا أبا، فالهم الذي يحمله الآباء يذيب الحزن. أمك قد كبرت ب30 عاماً، وأبوك قد كبر ب60 سنة قبل وفاته. أما أنا فعشت بتفاؤل، كنت أحلم دائماً بغد أفضل. فبالنسبة لي يوم في هذا البر ونفس اليوم في البر الآخر. أنا كما أنت، كما تركتني منذ 3 أيام. إذا هي 3 أيام فقط يا تحفة. بالنسبة لي ويل، فوقع الزمن على الناس يختلف من شخص لآخر. حسنا يا تحفة، فليس لدي عالم سواك أنت وأمي وأنواع. معا سنفتح المتحف الموجود ونوري للعالم أن البداية هنا وليس في البر الآخر. هكذا أدخلت الفرحة والبهجة إلى قلبي يا ابني، وأكرمت وجه أبيك أحسن الإكرام. رضي الله عنك يا ابني. هنا البداية. أنا معك يا أسرار، إكراما لروح عمي أبو أسرار. إكراما لوالدي أبو أسرار. إكراما لروح أبي أسرار. كانت هذه نسخة غير كاملة للمسرحية، لأن نظام المسرحية تصدر بلوحات، تصدر بأغاني أخرى غير هذا الشيء. يعني احنا حاولنا نديروها قبل من موسم ديال الامتحانات ديال الأطفال باش يتفرغوا الامتحانات ديالهم. ربما نشوفوها إن شاء الله في العام القادم في حلة جديدة، لأن الأطفال حاولوا يديروها دابا بواحد الطريقة اللي هي بحال تقولوا غير وسخ، غير وسخ ديال المسرحية. بابا يعرف. واحد من الشباب الآخر اللي كنتو المسرحية هو